السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هعمل وجبه فطار كده سهله، ان شاء الله ما تاخدش مننا وقت وما هياش مكلفه. وبليز قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وهسيب لكم لينك قناتي التانية حكايات ساسي في صندوق الوصف، واللي بقدم عليها محتوى غريب وعجيب. يلا نشوف الطريقه. بسم الله. اول حاجه معانا طماطم، هنقطعها بسم الله. الوصفة دي سهلة جدا وتقدري تعمليها بأي مكونات عندك، بقى تزودي أو تقللي زي ما انت عايزة. ناخد بس الطماطم ترانشات كده بسم الله. في طاسة على النار هضيف شوية من الزيت، يسخنوا بس شوية. هننزل الطماطم بتاعتنا، وهنا هضيف شوية من الزيت برضو، يعني بتاع معلقتين كبار، عليهم ربع كوباية من الحليب، معلقتين كبار من الدقيق، بيضايه، ملح، فلفل اسود. لو عندك بابريكا ضيفي، انا بحبها بالبابريكا، بس بصراحه يا هي خلصت يا مش لاقياها، مش عارفه. بحب الزعتر، تقدري تستغني عنه، احط رشه صغيره من الزعتر، نفركه كده بسم الله. تقدري تضيفي معاها جبنه بيضه، جبنه شيدر او الموتزاريلا، تبقى ممكن على الوش. تقدري تضيفي معاها بصل، فلفل اخضر، بس انا بعمل الاسرع يعني. ممكن لو عندك سوسيس تضيفي اي حاجه، يعني اي حاجه بواقي عندك في المطبخ ممكن تضيفيها للخليط. بعدين نقلبها على الناحيه التانية تدبل بس شويه. بعدين هنصب الخليط بتاعنا، الطاسه دي مقاس 26 28، عشان يعني اللي يحبها يعملها بنفس القوام. وهغطيها لحد ما تستوي خالص ومهديه النار عليها. خلاص استوت. ممكن بقى قفلت عليها من الجوانب كده بس عشان نعرف ننزلها بسم الله. شكلها حلو، عامله كأنها بيتزاية صغيره. تقدري تضيفي لها برضو فلفل زيتون. تمام. ممكن ازود لها قطعه من الجبنه كده، جبنه ابيض. بسم الله. ادوق. انا عايزه بقى حته فيها طماطم وجبنه. يلا. والله طعمها حلو ولطيف جدا، وانا عملتها قبل كده كانت لطيفه. كل مره بغير فيها، ممكن ازود حاجات واشيل حاجات، ما خدتش مننا وقت، وفطار سريع. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم النهارده. انا عملتها قبل كده باللانشون، كان عندي لانشون وقطعت فيها قطع لانشون، اللي عندي بحطه فيها، ما عنديش بعملها ابسط حاجه زي ما انتم شايفين كده. صحيح، معلش يا جماعه نسيت اقول لكم ضيفوا لها كاتشب، هتبقى حاجه جامده جدا جدا. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. وهسيب لكم لينك قناتي التانية حكايات ساسي، واللي بقدم عليها محتوى شنيع وفظيع في صندوق الوصف. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.